يلا خشوا على مطبخ روزي لكل شيء وشوفوا الجلاش الوردي ده اتعمل ازاي. مش محتاج لا مكسرات ولا محتاج اي حاجة، بس محتاج حضراتكم تخشوا تعملوا لايك واشتراك على قناتي وتشوفوا الفيديو من اوله لاخره اتعمل ازاي. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسلامة. تعالوا نبدأ. اول حاجة هنعملها وش هي الشربات، لان انا مش عايزة الشربات يكون سخن، عايزاه يا دوبك فاتر كده او مش ساقع، يعني عادي، مش عايزاه سخن مغلي زي اي حاجة. نزلنا بكوباية واحدة سكر وكوباية برضك واحدة مية، ومش عايزينه تقيل ولا خفيف، معتدل يعني مظبوط تمام. هو يا دوبك ياخد غلوتين وخلصت على كده. هنحطه على النار، حطينا دلوقتي ذرة فانيليا ونص الليمونة وهنحطه على النار تغلي غلوتين كده واللهم صل على النبي، السكر يدوب، يبقى كده ايه، تمام تمام تمام. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. ديت معلقه جلوكوز. الجلوكوز ده بيسكر الشربات، بيخليه طعمه حكايه بجد، يعني جميل جدا وطعمه حلو قوي. ولو ما عندكيش وعندك شربات تقيل مفيش مشكله، وما عندكيش شربات تقيل ممكن تحطي عسل ابيض. لو عندك ما عندكيش لا ده ولا ده ولا ده مفيش اي مشكله، اكتفي باللي انت عملتيه وخلاص، بالشربات اللي انت عملتيه. تعالوا بقى اقول لكم بقى القنبله الكبيره بقى، وديت لفه جلاش كان عندي في التلاجة، قلت هطلعها كده لقيتها حلوه هظبطها، ما لقيتهاش حلوه برضك هظبطها، مش هسيبها. نزلنا بالصينيه زي ما انتم شايفين كده بمعلقه سمنه في الحروف كده وفي الارضيه وفي كل حته. تعالي بقى ناخد ورقه كده من الجلاش ونلفها نلفها، نقعد نبرمها نبرمها زي الورده. انا هسمي الصينيه دي صينيه جلاش الوردي، جلاش الوردي، لانها فيها شبه من الورده كده. بتمسكي الجلاشايه ان كانت نص بقى او حته او قطعه، بتحط اتنين مثلا، لو هي متقطعه زي ما متقطعه قدامك كده، بحط اتنين فوق بعضيهم وكشكشها كده، بلفها بلفها ببرمها ببرمها لحد ما اديها شكل الوردي كده، واروح ايه حطاها زي ما انتم شايفين كده في قلب الايه، الصينيه. انا قلت هجربها واشوف، لقيت طعمها حلوه وحلوه وجميله، مش هبخل عليكم وهنزل لكم الفيديو. اللي لقيتها مش قد كده وما عجبتنيش ما كنتش هنزلها لكم واوريها لكم يعني. فانا لقيتها حلوه بجد بجد، كان طعمها تحفه جدا واحلى من الكيكه، وبتعامل معاها اكني بتعامل مع كيكه، لان طبعا بقيه المقادير هتبقى ايه، كيكه زي الكيكه كده، بيض ولبن وفانيليا ومش عارفه ايه وسكر والحاجات دي كلها. طبعا مش هحرق لكم بقيه الفيديو، فخليكم معايا للاخر. يلا بقى بالله عليك، لاول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسينيش بقى اعملي اشتراك على القناه بتاعتي، ولايك واي كومنت على ذوقك. تمام كده. تعالي بقى نعمل ايه الجلاش زي ما انتم شايفين كده، ونلف نلف 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 بروم 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 بروم. بص شكلها عامله ازاي، شكلها تحفه بجد يعني، عامله زي الورده كده. املي بقى الصينيه بتاعتي، كان فاضل حتتين يا ريتني حطيتهم في قلب الصينيه بجد يعني، هشيلهم هعمل بيهم ايه بس مش مشكله، ممكن بعد كده نبقى نعمل بيها برضو باي حاجه تانية. ما لفتين ورقتين على ورقتين على ورقتين ورا ورقتين، تعملي كمان ايه، نص كيلو جلاش. ده نص كيلو جلاش على فكره. ودي عشان الصينيه صغيره فانا ما رضيتش اتقلها وما تبقاش تقيله، عشان ما تبقاش بتلكم كده وتبقى طعمها مش قد كده. ولكن الكميه اللي انا عملتها في الصينيه كانت جميله جدا ومناسبه قوي قوي قوي. تعالي بقى نورقها واقول لك التوريق بتاعها دي. بص فاضل كام واحده، واحد اتنين تلاته، تلات حتت. هلفهم كده واحطهم في الشنطه واشيلهم، ليهم وقت برضو اكيد هعملهم بعد كده. تمام كده تمام كده. يلا الدنيا بايظه حواليا، تعالي بقى نظبط كده الدنيا كده ونروش على حالنا كده، ايوه ننضف كده. يا تعالي بقى اوريكي بقى التوريقه اللي هنعمل ديت. طبق هننزل فيها ببيضتين، ايوه بيضتين حلوين كده، انزلي بالبيضتين ومضرب البيض معاكي اهوت او المضرب العادي. على فكره لو عايز تعمليها في الخلاط مفيش اي مشكله، ولكن حبيت اعمل لكم الخطوات ديت ايه قدامكم كده واحده واحده. يلا هنقلبهم كده لحد ما نكسرهم، وهننزل بمعلقه فانيليا بسيطه. كل ما بحط مكون كل ما ايه بلف لف لف. ماشي. هتحطي بقى سكر، ودي زي ما انت حابه بقى، انا حطيت كوبايه الا ربع سكر تمام. هننزل بيهم كلهم. وانا كنت فاكره الصينيه بتاعتي هتبقى كبيره، كنت جايبه نص كيلو لبن. لا يا رب كنت جايبه كيلو لبن، لقيتها هتبقى كتير عليها، فانا ايه اخدت منهم شويه. دي معلقه خل، معلقه خل.
هنقلب برضو كويس اهوت اللبن اهوت، حتى لسه في الكيس زي ما هو، ما نزلتش بالكميه كلها، نزلت بكميه بسيطه اهيت. ودي معلقتين، يعتبروا معلقتين كبار كده هرمي سمنه. عايزه تحطي بدلها زيت حطي، عايزه تخليها زي ما هي زبده كده حطي، اي نكهه عندك عايزه تحطيها، فانت برضك ايه، انت وحريتك. على سمنه ماشي، زيت اوكي، زبده اوكي، بلدي اوكي، اي حاجه يعني، ما توقفيش على حاجه. تمام. انا مش بعقد لكم الموضوع على فكره، يعني كله شغال. يلا قلبي بقى الخليط ده كده حلو قوي قوي قوي. طبعا الفرن بتاعنا شغال من تحت ومن فوق. حلو. هندخل الصينيه فوق الشبكه بالظبط، يعني فوق الشبكه، وهنقفل وهنوطي الشوايه على الاخر. هنخليها على الدرجه الواطيه خالص، نوطي الشوايه وهننزل بالصينيه، ندخل الصينيه في قلب البوتاجاز فوق الايه، فوق البتاع ده اهو، فوق الصاج. تمام. يعني تبقى بعيد عن النار بحاجه بسيطه يعني، وشغل البوتاجاز من تحت ومن فوق يبوظش. اول ما تحس ان هي استوت وبقت جميله زي ما انتم شايفين كده، شغلي اللي فوق ياخد اللون القمر الحلو الجميل ده، الوردي العسل اللي انتم شايفينه ده اهو. تعالي بقى نسقي بالشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا اهو، هننزل بالشربات كله. بصي بتغلي ازاي وجميله. وعشان تتغرق بقى من الجناب هنديها شقه كده في النص، هنشجها زي البطيخه كده. بصي جميله ازاي، بصي حاجه كده بجد بجد، بغاشه. عايزاها ناشفه وبتقرمش كده اوكي، عايزاها تبقى طريه وحلوه، غطيها باي حاجه وهي سخنه زي ما انت شايفاها كده، غطيها. مش عايزاها تبقى طريه، خلاص سيبها زي ما هي كده لحد ما تشرب ميه، تشرب شربتها وتبقى تمام وقطعت. انا سبتها حوالي ربع ساعه وغطيتها عشان انا عايزاها طريه كده من على الوش كده، ومسكتها قطعتها زي ما انتم شايفين كده. وهنطلع خرطه حلوه كده قدامنا. بصوا الحركه دي. يلا ما تنسينيش بقى، اعملي لايك 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 كتير عشان الناس تشوف الفيديوهات بتاعتي. واي كومنت على ذوقك، قولي حلوه وحشه جميله مش جميله، اي حاجه يعني. واشتراك، ما تبخلوش عليا بالاشتراك، زي مش ببخل عليكم باي حاجه بقولها لكم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك. بصي شكلها عامل ازاي، تحفه 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 بامانه، اقسم بالله طعمها جميله جدا جدا جدا، ومش هتندمي لو دخلتي وكملتي الفيديو للاخر. بصي من تحت عامله ازاي، بصي حمرا وجميله ازاي، مديها لون حلو. بصي طريه، عايزاها ناشفه ما تغطيهاش وتقلي الشربات. عايزاها طريه، خلي الشربات خفيف شويه وغطيها. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، ان شاء الله في فيديو اخر، وانتظروني عشان في فيديوهات كتير هتنزل ان شاء الله على الجلاش. بس حلو وحادق، حلو وحادق، على خير ان شاء الله. ها بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا شكلها تحفه بذمتكم، مش اسمها وردي؟ بص شبه الورده يعني كده، مورده كده، وكل شكل لون كده، جميله جميله جميله، طعمها تحفه كمان. بصي الارضيه عامله ازاي، جميله جميله جدا يعني. يلا بقى كلت الخرطه كلها بجد يعني، مسكت الخرطه كلتها كلها. رماس واقفه فوق دماغي، يا ماما هاتي حته، يا ماما حاضر يا رماس. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. ايه رايكم؟ مش تسلم ايدك؟ قولي تسلم ايدك، بلاش اي حاجه تانية، قولي تسلم ايدك. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.